الو، مين؟ ايوه انا كمال. مين حضرتك؟ هدى. هدى؟ هدى مين؟ مش عارف هدى مين يا كمال؟ هدى مراتك. ايه؟ لكن ليك حق تستغرب وما تصدقنيش، علشان انت مش متوقع تسمع صوتي. انت مين؟ بقولك انا مراتك. لا لا، مش ممكن. كمال انا لسه حية وما متش يا كمال. ارجوك بلاش هزار سخيف. انا مش بهزر، انا هدى حبيبتك. بقولك لسه ما متش. اخس عليك، كنت فاكرك هتفرح يا كمال عشان لسه عايشة، لكن معقول انت مش مبسوط علشان سمعت صوتي؟ ولا المفاجأة اقوى منك؟ كمال رد عليا. لا لا لا، مش ممكن. لا انت اكيد جرى لعقلك حاجه يا كمال يا اخويا. انا عقلي سليم وعارف كويس قوي انا بقول ايه يا فاطمه. انت مش عارف ان هدى مراتك ماتت يا كمال؟ ايوه عارف، وعارف كمان انها ماتت في حادثه وكنت معاها في نفس العربيه، ودلوقتي بقالها ميته اكتر من سنه. بس اللي سمعت صوتها في التليفون. سمعت صوتها ايه؟ هي الاموات ممكن الانسان يسمع صوتهم؟ كمال انا اختك، ومش هتلاقي حد في الدنيا دي كلها يخاف عليك قدي. اوعى تقول الكلام ده لحد غريب لحسن يقول عليا مجنون. مش كده يا فاطمه؟ امال هيقولوا عليك ايه؟ بس مؤكد كنت بتحلم. معقول كنت بحلم؟ ليه لا؟ اصلك يا حبيبي كنت بتحب هدى مراتك قوي، وحبك لها خلاك تتخيل انها عايشه وانها بتكلمك في التليفون. جايز هو ده الصح، وعشان كده انت بقى لازم تسيب بيتك اليومين دول، مش لازم تقعد لوحدك يا كمال. اسيب بيتي واروح فين يا فاطمه؟ تيجي تقعد معايا، تقعد عندي كام يوم في بيتي لغايه اعصابك ما ترتاح يا اخوي. معنى كده اعصابي مش سليمه؟ معقوله بعد المده دي كلها والحادثه مأثره على اعصابي وحياتي؟ وانا عندي تفسير تاني. تفسير ايه يا فاطمه؟ عشان انت يا حبيبي بتستعد للجواز من واحده تانية، بدأت تفكر في الماضي وتتخيل هدى الله يرحمها. جايز يا فاطمه، جايز. هو ده يا كمال، لكن لا، ما تخليش اوهام زي دي تعطل جوازك وتشقيك. دور على سعادتك وانسى كل اللي فات وعيش حياتك يا كمال. واول حاجه هتعملها هتسيب بيتك وتيجي تقعد معايا. ايه يا كمال؟ كمال ما بتاكلش ليه؟ الحمد لله كلت يا حمدي. لا ده انت طول ما انت بتاكل سرحان ومش معانا خالص. يمكن بقى اكل اخته مش عاجبه. فعلا يمكن الاكل مش عاجبه. بكره نشوف بقى العروسه الجديده هتاكله ايه. كمال انت مش معانا خالص. لا لا لا, لا ابدا، انا معاكم يا حمدي. سفرة دايما. هغسل ايديا وبعدين نتكلم. معقول اللي بيحصل ده؟ اخوكي مش طبيعي وتعبان قوي يا فاطمه. ما انا حكيت لك على كل اللي حصل له يا حمدي. انا رايي يسرع ويتجوز، ومش لازم ابدا يعيش لوحده. كان بيحب هدى مراته الله يرحمها. بيتهيألي اللي بيحصل له ده لانه كان السبب في موتها. حمدي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مش قصدي يا فاطمه، مش قصدي. انا عايز اقول انها ماتت بعد الحادثه اللي عملها بعربيته. وكان ممكن اخويا يموت كمان معاها وفي نفس الحادثه وفي نفس العربيه. بس على بالك بس، مؤكد اللي حصل مأثر على اعصابه. مهما كانت الظروف مش لازم يحس انك انت عرفت اي حاجه مني يا حمدي. طب هو انا غريب؟ انت اخته وانا جوزك يا فاطمه. ارجوك يا حمدي، مش عايزه اي حاجه تفكره بالحادثه، لازم ينساها. انا معاكي، وعشان كده بقول لازم يسرع ويتجوز. عندك حق، لازم يتجوز وبسرعه. وصفاء ما عندهاش اي مانع. اتصل بيها دلوقتي يلا. لا مش هينفع التليفون، انا هقوم اروح لها. ماما ما عندهاش مانع نتجوز في اي وقت تحددوه. خلاص يا صفاء، نخلي الجواز في بدايه الشهر اللي تشوفوه. بصراحه اخويا كمال لما قربت ثانويه مراته هدى الله يرحمها حالته النفسيه ساءت شويه. يعني ايه حالته النفسيه ساءت؟ يعني افتكرها وافتكر الحادثه. على فكرة يا مدام فاطمة، أخوك اليومين دول ما بقاش بيتصل بيا وأنا خايفة. خايفة من إيه يا صفاء؟ مش عارفة، لكن لازم الجواز يبقى على أساس سليم. قصدك إيه يا صفاء؟ أنا خايفة نتجوز وبعدها يحس بالندم. طب وليه يحس بالندم؟ مش جايز لسه عايش بأفكاره وأحاسيسه مع المرحومة مراته هدى. يا سلام عليك يا صفاء وعلى أفكارك. واحدة وماتت، المفروض انك انتي ما تجيبيش سيرتها معاه ابدا مهما حصل. كمال انسان طيب ورقيق، واتمنى
أتمنى أني أعرف أساعده. خلاص نتجوز الخميس الجاي يا صفاء. بس بس إيه يا كمال؟ هو احنا لازم نعيش في شقتي القديمة؟ أنت اللي مصر نعيش فيها، لكن أنا مستعدة إذا ما كانش عندك مانع يعني أشتري شقة على حسابي. تشتري شقة؟ معنى كده هتدفع كتير قوي. وفلوسي وفلوسك إيه؟ أنا تهمني سعادتك يا كمال. مش عايز حد يقول إن اتجوزتك علشان فلوسك يا صفاء. الشيء اللي يسعدنا هعمله وما يهمنيش كلام الناس. نأجر شقة واتنازل عن شقتي القديمة. بلاش الحساسية دي بقى وسيبني أشتري شقة. بس في الحالة دي تكتبيها باسمك يا صفاء. اسمه اسمها، المهم يتجوزوا. معقول تكتب الشقة باسمها؟ فاطمة سيبيهم يعملوا الشيء اللي يسعدهم وبس. ايوه بس لو كتبت الشقة باسمها وحصل بينهم اي خلاف، صفاء هتطرد اخويا كمال من الشقة. الو. الو، مين؟ هو انتي؟ كنت فين يا كمال؟ بقالي مدة بكلمك في التليفون وانت مش موجود في شقتك. انا كنت عند اختي فاطمة. اخبارها ايه؟ وحشتني قوي. ويا ترى حمدي جوزها استقر ولا لسه غاوي سفر وغربة؟ لا كويس. كويس يعني ايه؟ طمني. انت بتتكلمي منين يا هدى؟ ايه، وحشتك ونفسك تشوفني؟ هدى، انت كنت فين من يوم الحادث؟ اللي حصل لي شيء غريب قوي. ايه اللي حصل لك؟ انا فقدت الذاكرة وعشت اتعس ايام حياتي وانا بعيدة عنك. كنت عايشة فين؟ هحكي لك بعدين يا كمال. يبقى لازم اشوفك. لا، ظهوري والناس تعرف اني لسه عايشة مش في مصلحتك. انا مش فاهم حاجة ابدا. انت مش قبضت فلوس التأمين؟ لو عرفت شركة التأمين ان انا لسه عايشة هتتعب كتير في حياتك. هدى، مهما كانت الظروف لازم اشوفك، لازم. لا انا كده قلقانة على كمال اخويا. كلمتيه في التليفون؟ ايوه وما بيردش، انا خايفة عليه قوي. انا كويس يا فاطمة. انت كنت فين يا كمال؟ ما تشغليش بالك بيا. كمال احنا مش اتفقنا هتتجوز صفاء؟ هدى مراتي. تاني يا كمال تاني؟ مش كنا نسينا الموضوع ده؟ هدى عايشة. ايوه عايشة. عايشة فين؟ وليه بعيدة عنك؟ الو. هدى اسمعي، اذا كنت عايشة لازم اوضح حد لحيرتي وقلقي وعذابي. لازم اشوفك يا هدى، لازم اشوفك مهما كانت الظروف. كمال يا حبيبي، اخيرا اتقابلنا. مش معقولة ابقى عايشة وبعيدة عنك. هدى يا كمال، حقيقة وعايشة. طبعا انت لسه مش مصدق نفسك. انا ليك حق، والدليل اهو بنتقابل بعيدة عن عيون الناس. اتكلم يا كمال، قول حاجة. نفسي اسمع صوتك اللي وحشني، نفسي ما تبعدش عني. طب ازاي يا كمال؟ الو. ايوه يا كمال. بتقول ايه؟ مش ممكن. بقولك ايه كمال، اوعى تلمس اي حاجة، ما تعملش اي حاجة، انا جايالك. في ايه يا فاطمة؟ كمال اخويا دخل شقته لقى هدى مقتولة. هدى مقتولة؟ ايه اللي حصل؟ جيت لقيت هدى مرمية في الصالة والدم مغرق هدومها. افتح الشبابيك، افتح يلا وهات لي التليفون عشان نبلغ البوليس، وافهم كويس اللي هقولك عليه. اللي حصل كان شيء فظيع بالنسبة لي يا حضرة الضابط. ايه اللي حصل يا كمال؟ دخلت شقتي لقيتها مرمية على الأرض والدم مغرق هدومها. مين دي؟ معرفهاش. انت دخلت الشقة ازاي؟ فتحت الشقة بمفتاحي. فيه كام مفتاح للشقة؟ مفتاحين، واحد معايا وواحد مع أختي فاطمة. انت متجوز يا كمال؟ كنت متجوز ومراتي ماتت في حادثة. امال ليه سايب مفتاح الشقة مع أختك؟ علشان ساعات بتيجي تنظف لي الشقة وتطبخ لي وأنا في شغلي. عايش لوحدك يا كمال؟ أيوه، وبقالي يومين عند أختي. رجعت لقيتها مرمية في الصالة، يظهر إنها حرامية. أيوه حرامية، ودخلت من الشباك اللي كان مفتوح. يمكن تكون وقعت من الشباك وهي بتحاول تدخل الشقة. خايفة عليك قوي يا كمال. خلاص يا فاطمة، خلاص بقى بلاش الكلام ده. أنا قلت إني دخلت لقيتها في الصالة ومؤكد وقعت من الشباك وهي بتحاول تدخل علشان تسرق شقتي. كمال خليك مصر على أقوالك دي. مش جايز يعرفوا
إنها هدى مراتي. كمال، اوعى تقول انك تعرفها مهما حصل، مفهوم؟ انا شفتها، مؤكد هي. شفتها فين؟ انا ساكن في الشقه اللي قصاد شقه الاستاذ كمال. بتقول انك شفتها؟ ايوه شفتها وهي بتفتح شقه كمال بمفتاح كان معاها. امتى؟ بالليل، يوم الخميس بالليل. كمال كان موجود معاها؟ لا. طب كمال كان جوه الشقه؟ معرفش. كلمتها؟ لا، واعتقد انها ما شافتنيش. ازاي؟ لاني كنت ببص من شراعة الباب. في حد غريب متعود يدخل شقه كمال في غيابه؟ ما عنديش فكره، لاني بسافر كتير. بتسافر فين؟ البلد. وايه السبب؟ الاولاد طول فتره الاجازه مع المدام في البلد، وكل كام يوم بسافر له. ايه اللي تعرفه عن كمال؟ مفتاح شقتك فين يا كمال؟ عندي. فين هو؟ مش عارف بالظبط لأني في ظروف مش طبيعية. كمال، مفتاح شقتك كان مع المجني عليها. مين اللي سلمها مفتاح شقتك؟ أنا معرفش. والشبابيك اللي كانت مفتوحة لا يمكن تسمح لواحدة في حجم المجني عليها إنها تدخل منها.